السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا صحابي في فيديو جديد مليان معلومات وحكايات ممتعة. معاكم رجب الأسمراني، ودايما قبل ما نبدأ خليني أقول لكم كلمة صغيرة. خليك فضولي واسأل عن كل حاجة حواليك، لأن الفضول هو اللي بيفتح لنا أبواب المعرفة. ولو لسه مش مشترك في القناة ياريت تدعمنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص يا صاحبي، الطقس ببساطة هو الحالة اللي بتحصل حوالينا في الجو في وقت معين. يعني لما تصحى الصبح وتبص من الشباك وتلاقي الجو مشمس وسخن أو غايم ومطر أو هوا جامد، ده كله اسمه طقس. الطقس بيتغير على طول، يعني مش ثابت. النهاردة حر، بكرة برد، الصبح فيه شبورة وبالليل الجو بيبرد، وده بيختلف من مكان لمكان ومن ساعة لساعة. وعلشان كده الناس اللي بتشتغل في الزراعة أو الصيد أو حتى اللي رايح شغله الصبح بيبصوا دايما على النشرة الجوية علشان يعرفوا إيه اللي هيقابلهم. الطقس بقى هو اللي بيفرق في حياتنا بشكل يومي. يعني انت ممكن تبقى عامل حسابك تخرج رحلة وفجأة المطر ينزل والجو يقلب، تلاقي نفسك مضطر تغير خطتك أو تلغيها كمان. الطقس هو السبب إن في ناس بتحب الصيف وفي ناس بتحب الشتاء، في واحد بيحب الشمس والحر وفي واحد تاني مش بيستحمل العرق ويفضل البرد والهدوء. الطقس مش زي المناخ، ودي نقطة مهمة. المناخ هو الصورة الكبيرة للجو في مكان معين على مدى سنين طويلة. يعني مثلا نقول مصر مناخها صحراوي، يعني حر في الصيف ومعتدل شوية في الشتاء. لكن الطقس ده اللحظة الحالية دلوقتي، وانت قاعد بيسخن، يبرد، يمطر، يهوى، كل ده بيتغير بسرعة. المناخ ثابت نسبيا، إنما الطقس متقلب على طول. وطبعا التغيرات دي بتحصل بسبب عوامل كتيرة، أهمها الشمس، لأنها المصدر الرئيسي للطاقة على الأرض. أشعة الشمس بتسخن سطح الأرض، وبعد كده الحرارة دي بتتنقل للهواء فيسخن ويطلع فوق، والهواء البارد ينزل مكانه، وهنا يبدأ يتكون رياح وسحب وأمطار. يعني الطقس كله بيتحرك بدوران الأرض وبالحرارة اللي جاية من الشمس. تعالى كده نبسط الموضوع أكتر. لو انت واقف في الشارع في عز الصيف وبتحس ان الجو مولع نار، ده بسبب ان أشعة الشمس عمودية على المنطقة فبتسخن الأرض بشكل كبير. والعكس في الشتاء، الشمس بتكون ملة فحرارتها بتتوزع على مساحة أكبر فيبقى الجو أبرد، وده يوضح لك ليه الطقس بيتغير بين الفصول. غير كده كمان في حاجة اسمها الضغط الجوي، يعني وزن الهواء اللي فوقينا. الهواء ليه وزن وضغط، والضغط ده هو اللي بيسبب حركة الرياح. يعني لما يبقى في مكان ضغطه عالي واللي جنبه ضغطه واطي، تلاقي الهواء ماشي من العالي للواطي زي المية بالظبط. والهواء ده ممكن يكون نسمة لطيفة وممكن يكون عاصفة جامدة. ولازم تعرف إن الطقس مش بس رفاهية أو مجرد كلام بيتقال في النشرة، لأ، ده بيأثر على حاجات كتيرة في حياتنا. الأكل اللي بناكله بيتأثر بالطقس، الزراعة محتاجة طقس مناسب عشان المحاصيل تطلع كويسة، الصيادين محتاجين يعرفوا البحر هيبقى هادي ولا في عواصف، الطيارات بتطير في ظروف جوية معينة، ولو في تقلب شديد ممكن الرحلات تتأخر أو تتلغي. كمان صحتنا نفسها بتتأثر بالطقس، في ناس أول ما الجو يبرد يجيلها نزلة برد، وفي ناس ما تستحملش الحر والزحمة. باختصار كده الطقس هو المايسترو اللي بيدير حياتنا اليومية من غير ما ناخد بالنا. كل يوم واحنا ماشيين في الشارع بنحس بيه وبنتعامل معاه من غير ما نفكر كتير. بص يا صاحبي، الكرة الأرضية وهي بتلف حوالين الشمس هي السبب الرئيسي إننا نعيش 4 فصول مختلفة كل سنة: الشتاء والربيع والصيف والخريف. وده لأن ميلان الأرض وهي بتدور بيخلي كل فترة الشمس تركز على حتة معينة أكتر من التانية، وده اللي بيغير الطقس. أول فصل هنتكلم عنه هو الشتاء. الشتاء معروف بالبرد والجو الممطر في أماكن كتيرة. ناس كتير بتعتبره فصل الكسل، لأنك تلاقي الواحد مش عايز يسيب السرير والدفء. لكن في نفس الوقت الشتاء ليه أهمية كبيرة للمزارعين. المطر في الشتاء بيملى التربة مية، والمية دي هي اللي بتساعد النباتات تكمل نموها بعد كده. يعني الشتاء مهم جدا للطبيعة.
ومش بس كده، الجو البارد في الشتاء بيقلل الحشرات والأمراض اللي بتنتشر في الجو الحار، وده بيساعد على التوازن البيئي. لكن برضو الشتاء مش كله إيجابيات. في بلاد معينة ممكن يوصل لدرجة إن التلج يقفل الطرق ويوقف الحياة الطبيعية، وتلاقي الطيارات متأخرة والقطارات مش شغالة والناس مش عارفة تروح شغلها. كمان الجو البارد بيأثر على صحة ناس كتير، زي اللي عندهم حساسية أو أمراض صدرية. نيجي بعد كده للربيع، وده الفصل اللي أغلب الناس بتحبه. ليه بقى؟ لأنه بيجي بعد البرد والتعب. الجو بيبدأ يدفي شوية، الزهور بتتفتح والأشجار تبقى مليانة خضرة وكأن الطبيعة كلها بتبتسم. الربيع كمان بيبقى فصل النشاط، تلاقي الناس بتحب تخرج فيه، يروحوا جنينة أو رحلة أو حتى يقعدوا على الكورنيش كده علشان يستمتعوا بالجو المعتدل. لكن ما تفتكرش إن الربيع كله حلو، لأ، في مشاكل بتحصل، زي الحساسية اللي بتزيد مع انتشار حبوب اللقاح من الزهور، واللي بيعانوا منها عارفين قد إيه الموضوع بيبقى مزعج. كمان ساعات الربيع بيجي مع عواصف ترابية في مناطق معينة، ودي بتأثر على التنفس وعلى الرؤية في الطرق. نيجي بقى لفصل الصيف. الصيف هو فصل الحر والشمس القوية، وهو أكتر فصل الناس بتحس بيه، لأنه بيأثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر. تلاقي الناس بتعرق وعايزين يشربوا مية على طول ويهربوا من الشمس قد ما يقدروا. بس في نفس الوقت الصيف ليه مميزات كبيرة، هو فصل السفر والمصايف. الناس كلها بتحب تروح البحر والمصايف وتستمتع بالشمس والبحر والأجازات. كمان المحاصيل الصيفية زي البطيخ والشمام والذرة بتبقى جزء من متعة الصيف. لكن الصيف ليه مشاكل برضو. الحر الشديد ممكن يسبب ضربات شمس أو جفاف للناس اللي مش بتشرب مية كفاية، وكمان الكهرباء ساعات بتقطع بسبب الأحمال الكبيرة على المراوح والتكييفات. ده غير إن الحر بيخلي الميكروبات تنمو أسرع، وبالتالي ممكن الأمراض تنتشر أسرع. أما بقى الخريف فهو الفصل اللي بيجي بعد الصيف وقبل الشتاء. الجو فيه بيبقى غريب شوية، تلاقيه ساعات حر وساعات برد، وأكتر حاجة مشهورة فيه إن الأشجار بتبدأ تسيب أوراقها والألوان تبقى جميلة، أصفر وبرتغالي وبني، كأنك ماشي في لوحة فنية. الخريف كمان بيساعد الأرض ترتاح قبل الشتاء اللي جاي، لكن برضو الخريف مش سهل. الجو المتقلب فيه بيخلي ناس كتير تمرض، نزلات برد متكررة ومناخ غير مستقر. ساعات تلاقي عاصفة مطرية شديدة، وساعات الجو حر والناس مش عارفة تظبط لبسها. الخلاصة إن الفصول الأربعة دول هم اللي بينظموا حياتنا، كل فصل ليه جماله وليه مشاكله، والإنسان طول عمره بيحاول يتكيف مع التغيرات دي من لبس وأكل ونشاطات. يعني حياتنا كلها ماشية على إيقاع الفصول. بص يا صاحبي، الرياح دي حاجة من أهم عناصر الطقس، ومحدش يقدر ينكر تأثيرها علينا في حياتنا اليومية. الرياح ببساطة هي حركة الهواء من مكان لمكان نتيجة اختلاف الضغط الجوي. يعني لما يبقى في مكان ضغطه عالي واللي جنبه ضغطه واطي، تلاقي الهواء ماشي من العالي للواطي، ودي حاجة طبيعية بتحصل طول الوقت. الرياح ليها فوائد كبيرة جدا. أول حاجة إنها بتساعد على تلطيف الجو، يعني لو في حر شديد تيجي نسمة هوا كده تخلي الواحد يحس بالراحة. كمان الرياح بتنقل السحب من مكان لمكان، وبالتالي بتساعد في نزول المطر. يعني من غير رياح ممكن تلاقي السحب واقف في مكانها وما تتحركش. الرياح كمان بتساعد النباتات، لأنها بتنقل حبوب اللقاح من زهرة لزهرة، وده بيساعد في عملية التكاثر بتاعة النباتات. وفي حياتنا اليومية الرياح مهمة جدا في مجالات كتيرة، زي الصيد البحري. الصياد لازم يعرف اتجاه الرياح علشان يحدد يطلع البحر ولا لأ. كمان الطيارين لازم يبقوا عارفين سرعة الرياح واتجاهها قبل ما يطيروا أو يهبطوا، لأن ده بيأثر على أمان الرحلة. مش بس كده، كمان في حاجة اسمها طاقة الرياح اللي بيستخدموها في توليد الكهرباء دلوقتي في بلاد كتير، وده بيوفر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. لكن زي ما للرياح فوايد، ليها برضو أضرار ومشاكل. ساعات الرياح بتبقى قوية جدا وتتحول لعواصف، والعواصف دي ممكن تسبب دمار كبير، زي إنها تخلع الأشجار من جذورها أو تكسر أعمدة الكهرباء أو تهد بيوت ضعيفة.
وفي مناطق معينة في العالم في حاجة اسمها الأعاصير، ودي عواصف ضخمة بتلف وتدور بسرعة رهيبة وبتدمر مدن كاملة. الأعاصير دي بتحصل في أماكن زي المحيط الأطلسي، وبتكون خطيرة جدا على حياة البشر. حتى عندنا هنا العواصف الترابية اللي بتحصل في الربيع والخريف دي لوحدها كفيلة إنها تعطل المرور وتخلي الرؤية معدومة، وتسبب مشاكل صحية للناس اللي عندهم حساسية أو ربو. تخيل كده إنك ماشي في الشارع ومش شايف قدامك من التراب ده، خطر كبير سواء على السواقين أو على الناس اللي ماشية على رجلها. كمان الرياح الشديدة ممكن تأثر على البحر، تخليه عالي وأمواجه قوية، وده بيوقف حركة الصيد والموانئ ساعات وبيخلي السفن تتأخر. يعني موضوع الرياح مش بسيط، ده ليه تأثير مباشر على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. ولازم نفتكر حاجة مهمة، إن الرياح جزء من دورة الحياة الطبيعية، يعني هي اللي بتحرك الجو وتساعد على توازن درجات الحرارة في الأرض. لو مفيش رياح كانت مناطق معينة هتفضل حر طول الوقت ومناطق تانية هتفضل برد طول الوقت، لكن الرياح بتنقل الحرارة والرطوبة وتخلي الدنيا موزونة. الخلاصة إن الرياح زي السكين، ممكن تستعملها في الأكل وتستفيد منها، وممكن لو استعملتها غلط تجرحك. يعني الرياح في أوقات بتبقى نعمة وفي أوقات تانية بتبقى نقمة، وده بيعتمد على قوتها واتجاهها والظروف اللي بتحصل فيها. بص يا صاحبي، المطر ده من أهم الحاجات اللي ربنا خلقها علشان تستمر الحياة على الأرض. تخيل معايا لو مفيش مطر، التربة هتنشف، النباتات هتموت، الأنهار والبحيرات هتنقص، والناس والحيوانات مش هيلاقوا يشربوا. يعني المطر ببساطة هو شريان الحياة. المطر بيتكون إزاي؟ الموضوع بسيط لكنه معقد في نفس الوقت. الشمس بتسخن المية اللي في البحار والأنهار والبحيرات وبتخليها تتبخر. البخار ده يطلع فوق للسماء، ولما يوصل لطبقات الجو الباردة يتحول لقطرات صغيرة جدا تتجمع مع بعض وتعمل سحب. ولما السحب دي تتملي وتتقل، القطرات دي تنزل علينا في صورة مطر، ودي دورة شغالة طول السنة من غير ما نحس. المطر ليه فوايد عظيمة جدا. أول حاجة بيروي الزرع ويملى التربة بالمية، وده بيساعد الفلاحين في إنتاج المحاصيل اللي بناكلها كل يوم. المطر كمان بيزود المياه الجوفية اللي موجودة تحت الأرض واللي بنستخدمها في الشرب وفي الزراعة كمان المطر بينظف الجو من الأتربة والملوثات، يعني بعد ما المطر ينزل تلاقي الجو رايق والهواء نظيف. لكن زي ما للمطر فوايد، ليه مشاكل كمان. لو نزل بكميات كبيرة في وقت قصير ممكن يعمل سيول، واللي هي فيضان مية ماشية بسرعة رهيبة على الأرض وبيغرق اللي قدامه. السيول دي بتبقى خطيرة جدا لأنها تقدر تشيل عربيات من مكانها أو تخلع بيوت ضعيفة من أساسها، وبتسبب خسائر كبيرة كمان. في مناطق معينة في العالم بتتعرض لفيضانات ضخمة، والفيضانات دي بتحصل لما الأنهار تطلع عن مجراها الطبيعي بسبب الأمطار الكتيرة أو ذوبان التلج اللي فوق الجبال. الفيضان ساعات بيغطي قرى ومدن بالكامل ويخلي الناس تضطر تسيب بيوتها وتهرب. وعلشان كده الفيضانات تعتبر من أخطر الكوارث الطبيعية، لأنها مش بس بتأذي البني آدمين، دي كمان بتأثر على الاقتصاد بشكل ضخم. الأراضي الزراعية بتبوظ، الطرق والكباري ممكن تنهار، والشركات توقف شغلها. كل ده بيأثر على حياة الناس لسنين طويلة. وبرغم خطورة المطر لما يكون كتير، إلا إن لما يقل برضه تبقى كارثة. يعني الجفاف بيجي لما المطر ما ينزلش فترة طويلة، والتربة تنشف والمية تقل والمزارع يخسر محصوله. يعني لازم يبقى فيه توازن، لا مطر كتير ولا مطر قليل، كل حاجة وسط تبقى مفيدة. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر.